السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي وخواتاتي متابعين قناة بلاك وولف، اهلا وسهلا بكم من جديد. المهم اليوم جبت لكم واحد الدليل قاطع على ان يعني داك الكلام او اللي كان كيتكلم به ايمن سيمباي، واحد الجمل اللي قال كانت وقعت لي انايا شخصيا، اللي هي كان واحد الراجل يعني عنده الملوك وكان بصير في مكناس، كان عطاني واحد الكلمه اللي قالها ايمن سيمباي، تما عرفتوا الدليل القاطع على ان يعني العالم الاخر هو سببه في هذا الشيء. قال واحد الكلمه اللي انك الا نطقتي بها غادي تشوف الجن مباشره. انا ما كنتش باغي نقراها، واخا عطاها لي ديك الشيباني، واخا عطاها لي يعني قال لي ها قراها ويخدموا معاك وبزاف د الحوايج. انا غادي نوصل لكم هذه الفكره، غادي يقولها دابا ايمن السيمباي. انا نزيدو في الصوت شي شويه باش تفهموا شنو كاين. جيب الكولا عشيت. سالي فخيغ السير انا وإيه ترجم القراوي الكولاج كامل هذا الحال. كاين شجره الزقوم جايبه لكم مزيان، زقوا واحد الكلمه كيتداولوا بيناتهم لغه. اسمع الزقوم ديال ديوركم كيفوها مزيان ارتاحوا. هنا كيقول لك ان يعني كيدعمك وكيقول لك سير كمي وكذا وشمتيني. اذا الجن اللي فيه هو ديك يعني اللي كيعرضك للكوارث العظمى، يعني كيخليك تكمي، كيخليك تغضب، كيخليك بزاف د الحوايج. قوة القحبه تبقاو تخرجوا بقاو نصرفوا الزمن بوكم. هو كيخص الهضره مزيان ركزوا مزيان، نعطيكم واحد التصفيحه قراوه حتى هي معاه، ونعطيكم واحد الامنيه اللي بغا يدير شي امنيه. الا بغا داك ولد القحبه ديك الزرعه نمشي نطيف معاه في القمر ما عليناش. نمشي نطيف معاه في القمر. شكون اللي يعني شكون اللي كيعني بهذا الشيء؟ كيعني الجن الطيار، يعني مالك من ملوك الجن. الجن الطيار هو اللي كيكون يعني في السماء. يعني كاين الجن النهري اللي كيكون في الماء، كاين بزاف د الحوايج. المهم حنا غاديين على حسب الكلام اللي كيقول. الزقوم اللي زقوا ما بقاش الزقوم يديرها مع الماء سخون بزاف ويخليها تطلق، يحطو يبرد ويشرب ديك الساعه ديك المويه. ديك الساعه بصرك يومئذ حديد. اللي بغيت نقول لكم بصرك يومئذ حديد. هاد الكلمه هي اللي قلت لكم انها وعطاها لي ديك الشيباني قبل ما ينطق او قبل ما يوقع هاد الشيء لايمن سيمباي. كان عطاها لي واحد الشيباني اللي عنده ملوك من الجن، قال لي هاد الكلمه يعني بصرك انا نعاودها. البصر ديالك حديد. بصرك يومئذ حديد. بصرك يومئذ حديد. يعني هذه كتقولها في واحد هادو، كتزيد عليها واحد الكلمات وكتعطيك انك كتشوف الجن مباشره. انا ما بغيتش نستعملها باش ما نوصلش لهاد الحاله هذه، لان هذا العالم ما تعداش عليه، ما يتعداش عليك. علاش انت كتكتشف لهم الاسرار ديالهم هما ما كيبغيوش اصاحبي. الله سبحانه اللي خلقنا كاملين جعل حاجب بيننا وبينهم، يعني ما تشوفهم ما يشوفوك، لانه عارف هذا الشيء مؤذي للعالم البشري. نكملوا كلام. المغاربه كاملين البصر ديالهم حديد، كلهم في الكينجيتسو من 24 ساعه اللي يخرج هي هذيك اللي ما خرجوا هذا الحاب تسناو عاوتاني المصير. وهاد الكلمه كاينه في الانجيل، كاين هنا كتحريف القران، يعني كاينه في الانجيل. هاد الكلمه اللي قالوا اللي قلت لكم وقعت لي يعني كاينه في الانجيل. ايمن سيمباي مشى تعدى الحدود، يعني بدا كيكتشف يعني المعلومات او داك الشيء اللي كينطقوا بها العلماء الكبار، يعني العلماء او العالمين في هاد الشيء ديال الماورائيات. يعني ايمن سيمباي بغى يولي عالم من صغرو، يعني عالم اللي كيما كنقولوا دخل برجليه، دخل براسو، دخل بكل شيء له. يعني ما عارفش ان شاف هي الايجابيات دات الشيء، ما شافش يعني السلبيات اللي غادي توقع له. وكنقول لكم اخوتي هادو دلائل عندي، وانا راه بديت قبل منه. ما بغيتش نقول لكم الفيديو الاول قلت لكم بدينا قد انا بديت قبل منه في هادشي د عالم الجن، وعرفتو ما كاينش منه. يعني ماشي ما كاينش منه، علاش انا كتشوفوني كنوع شويه الفيديوهات، ما كنبغيش نتعمق في داك الشيء، لحقاش انا عارف وقريت، يعني بحثت على هادشي ولقيته مؤذي بزاف للعالم البشري. مشى قرا شمس المعارف الكبرى. وشمس المعارف الكبرى كتلقاه في الصفحه ديال الاول كيقول لك لطائف العوارف، كتاب حرمه الله. هذه الاولى كيقول لك كتاب حرمه الله. اما فاش كتدخل له الصفحات يعني كتبقى تلقى غير الرموز، كتبقى تلقى الحوايج يعني شركيه بزاف د الحوايج. هو كيقول لهم هاد الزقو، يعني الزقو هو الجوال. كيقول لهم الا ما بغيتوش تكيف سيروا تكيفوا هاني، ولا اللي ما بغاش يتكيفوا هكا يديروا في الماء وكذا. وبزاف د الحوايج هادو دليل على ان الجن هو سبب الاختلال د العقل ديالو. زوين ركزوا بلاش بلاش. كما شفتوا اخوتي هذا هو الدليل القاطع، دليل واحد اخر على انه ايمن سيمباي مقيوس من العالم الاخر. وخصوصا من ذكر ملي كيقول لهم
انا تصنت لواحد مول القهوه اللي ذكر يعني شنو قال ايمن في الوقت اللي تلاقى معاه. قال لك كان كيذكر المناطق يعني اللي فيها الجن في قنيطره، المناطق اللي فيها الجن في الرباط، المناطق اللي فيها الجن في بن سليمان، سيدي سليمان عفوا. واش فهمتوني؟ يعني قال لهم جيت عند صحابي وهما صحابو ماشي من العالم البشري، هو كينطق بكلمات اللي ما كيفهمهاش اي واحد، كينطق بكلمات لانه يعني العالم، يعني الاسامي ديال الجن والاسامي الشياطين. واش فهمتيني؟ يعني جا عند صحابو كيقول لهم ديوني المنطقه كذا كذا، وهي ديك المنطقه معروفه في ديك المدينه بالجن. وهاد اليوتيوبرز انا ما كنحقر حتى شي واحد، هاد اليوتيوبرز اللي ناضو كاملين كيهضروا فقط، هاد اليوتيوبرز ما كيعرفوا حتى شي لعبه في هاد العالم. فقط انا خرج باش نقول هاد الهضره هادي لانها واقعيه، وهاد الشيء خاصو يتعالج مراقي نفسي، يعني راقي يتعالج منه، ما يصلح له لا طبيب نفسي لا حتى شي حاجه، لان هادشي خصو القران ما حدو في طور. يعني هادشي هذا خصو يتعالج بزربه يعني بسرعه. اما الا تعدى الحدود فغادي يبقى له حوايجو، يدير بزاف د الحوايج وهما كيديرهم دابا، ولا كيمشي يعني كيزور الاماكن كيبدل القران كيحرفوا بزاف 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 د الحوايج.